السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، حبيت اشارككم معايا الغدا بتاعي النهارده. صينيه بطاطس كده بالفراخ. الجديد اللي فيها اللي هي الفرخه مش هتبقى متقطعه ولا حاجه، مقصوصه كده من الظهر بعد ما غسلتها ونقعتها في محلول النقع بتاعها، والمحلول دوت هتلاقوه في القناه عندكم. تبلتها بالشكل دوت، بصلايه وطماطمايه وتوابل فراخ وملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. تمام. تبلتها كده ودخلتها ما بين الجلد وكده. ودلوقتي هتبل معاكم البطاطس. معايا هنا كيلو بطاطس، ومعايا بصلايه متقطعه، ومعايا فصين توم وملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. تمام كده. انا اسفه على الغيبه الطويله دي، بس ان شاء الله كده ادعولي بس، واتابع كده معاكم وافضل كل يوم انزل فيديو جديد. الكسل يا جماعه، الكسل مودي الواحد في داهيه. ان شاء الله هلتزم. تمام. هنا كده هحط التوابل اللي معايا، وهحط البصل والثوم وهديهم دعكه كده وارجع لكم تاني. هنا بعد ما عجنتهم ببعض، معايا بقى هنا عصير طماطم هنزل بيها. هي ممكن تتحط كده بيضة كده زي ما هي، وممكن تحطي العصير الطماطم. انا حبيت النهارده احط العصير الطماطم عليها. هديها تقليبه كده برضو وارجع لكم تاني. تمام كده. هنزل بقى بالفراخ عليها وارجع لكم تاني. بصوا كده، حطيت الفرخه كده عليها، قلبتها كده على ظهرها وحطيتها. هنا بقى معايا طماطمايه سبكتها وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر وتوابل فراخ. هدهن بيها بقى الوش بتاعها ده وادخلها الفرن. من غير سمنة ومن غير اي حاجة. هي الفرخة هتنزل الدهون بتاعتها عليها، على صينية البطاطس. هتبقى حاجة كده من الاخر. يا رب تعجبكم. لو لسه موجودة لحد دلوقتي في الفيديو، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس. وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. عملت شوية رز بالشعرية، وعملت سلطة طماطم، والف هنا يا رب اللي هياكل.